حصون داعش تتهدم وتوارى أحلامه الثرى. بعد تقهقره في الموصل لن يكون خبر هزيمته في معبر الوليد الحدودي ذا وقع أخف. قبل نحو عامين استمات عناصر التنظيم المسلح في معارك شرسة للسيطرة على الوليد، ليكون بموازاة سيطرته أيضا على معبر التنف المقابل له مع الحدود السورية كطاقة النور لتهريب المسلحين والعتاد وغيره ما بين سوريا والعراق. أما الآن انطلقت العملية والتي أطلقت عليها القوات العراقية الفجر الجديد لاستعادة السيطرة على مناطق الشريط الحدودي غربا من تنظيم داعش. بحسب المصادر انطلقت العملية بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبثلاثية من التحالف الدولي وقوات الحدود برا ودعم جوي عراقي، ورفع العلم العراقي على المعبر. معبر الوليد إذن لم تكن فقط عين داعش عليه، بل عيون إقليمية ودولية تمعن النظر والتفكير كيف سيكون المنفذ لها مفتاحا في باب يسمح لها بالعبور والتحرك كل كما يبتغي. لا يخفى على أحد أن أهمية المنفذ الذي يقع في حضن الحدود الثلاثية لسوريا والعراق والأردن تأتي من أجندات كانت تخطط لها داعش وإيران وأطراف دولية أخرى تخشى أن تصاب مصالحها بالأذى إذا ما ضبطت المناطق الحدودية. باستعادة العراق لمعبر الوليد يبقى أيضا منفذ القائم الحدودي ليسلم بعدها الشريط الحدودي من مسلحي التنظيم. وباستعادة المعبر من الممكن أن نرى تغييرا في الخطط على الأرض، سواء بإنهاء داعش أو ببداية خط سطور جديدة بحروف ليست عربية.